بدك تغني شيء متمكن منه. مالك يا ما بين استرجي غني عم راغب ابوها الزره. انت قلت لا بدي مثل. وانت ما دخلش اغني ولا امثل، انا حر. السلام عليكم، معاكم محمد الوادعي من اليمن. رقمي في الأيدول 3333. نرجو منكم التصويت. الذي أعجبه صوت لي صوت لي، والذي ما أعجبش طز، مش احنا في فضل حد، وبيني وبينكم ما عاد بيشحلها في شيء. تعال يا حبيبي، تعال. حياكم الله، حياكم الله، حياك الله، حياك الله يا استاذ. اسمك ايه؟ اسمي محمد الوادعي من اليمن. عمري 33 سنة. أعمل طالب في الدراسة، وفصيلة أمي زائد 5، ومن مواليد صنعاء. طبعا أنا معجب بالبرنامج هذا، ومعجب بشخصكم الكريم يا أستاذ راغب. حياك الله يا أستاذ راغب. انت عندك مواهب في كذا حته، يعني خلي بالك برضو دي شكلك فنان شامل. طبعا انا فنان وبرضه ممثل وسباك وعلى فكره يا استاذ راغب، اذا مثلا نفسك اسوي لك ديكور في البيت حقك ولا هذا شيء احلى وسهل عليك، ما نقصرش معك. وداري ابو يمن يعني اي حاجه نسويها. وبصراحه انا معجب بلجنه التحكيم. حياك الله يا استاذ راغب، حياك الله. وكمان الاخت هذه اسمها احلام، حياك الله يا اخت احلام. وانت ايش اسمك؟ والله ما انا داري باسمك، لكن حياك الله. وليه حبيت تغني؟ يعني يا اخي بصراحه انا اشتوقع فنان مكشوف. سامع الفنانه اسمها هذا غريسه، والفنانه رنسي عرجم. يعني بصراحه يا اخي انا احب الفن، ويعني اموت في الفن، اموت في الفن، أموت في الفن. يلا شو بدك تسمعنا؟ بصراحة أحب أسمعكم أغنية الأماكن. طبعا أغنية الأماكن من كلماتي ومن ألحاني، وبصراحة أنا هديتها للفنان محمد عبده، وكان لي الشرف أن الفنان محمد عبده غنى هذه الأغنية. وكما تعلمون الشهرة التي حازت عليها هذه الأغنية. وبصراحة يعني يا أخي ليش تقولوا لي أنتم ليش ما غنيت أنا؟ يعني أنا أقول لكم ليش. لأن الفنان محمد عبده يا أخي إنسان ذو إحساس، ومعه يا أخي القصبة هنا عنده حشربة. يعني فلما يغني الغنية وعندها الحشربة هذه تعطيه جو ذو شجون وآهات. فطبعا كما تعلمون أن لكل شيء أصل، أنا أصل الغنية هذا. وأرجو منكم أن تسمعوا الغنية من المصدر. اسمعوا الغنية وإن شاء الله تعجبكم. وطبعا هذا السر ما حد يعرفه. طيب نبدأ. إلى أماكن كلها مشتاق لك، وإلى عيون اللي نرسم فيها خيالك، وإلى حنين اللي بسرى من صوبي وجالك، ما مسانا حبيبي إلى أماكن. تكفون يا جماعة، تكفون رجاء، قولوا له يبطل يغني، لأن بعد دقيقتين بقط نفسي بني. الله 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 علي. كيف؟ ايش رايكم؟ حبيبي انت بدك ترجع، بدك تغني شيء متمكن منه أكثر. مالك يا ما بين استرجي غني عم راغب ابوها الزره. انت قلت لا بدي مثل. وانت ما دخلش اغني ولا امثل، انا حر. انا مين بقى وانت ما الي جالي.
من يقولوا لكم قام ضواو أنا اليوم في هذا المقطع أبرأ إلى الله عز وجل وأبين لكم أمر مهم جدا حول معنى هذه الكلمة. كلمة آيدول هو بمعنى معبود أو صنم أو وثن أو طاغوت. يا أخي إيش فيها؟ معبود العرب بس. بس هو راسش ما عاد شيء. المعذر يا شيخ، أنا عاد أخليهم لك الآن يعتذروا قدام العالم. هذه كلمة يعني ليست غريبة علي والله الحمد، ولكن أحضرت المصادر حتى تصدق إن شاء الله. ناخذ أول كتاب وهو كتاب ويبسترز. هذا الكتاب يرجع إليه الأمريكان وليس خاص في تعلم اللغة الإنجليزية، إنما هو يرجع إليه الأمريكان. كلمة idol هنا يقول an image of a god used as an object or instrument of worship. يعني هي صورة إله أو شيء جماد أو مصنوع من أداة للعبادة. هذا القواميس الكبيرة. روح القواميس الخاصة بالتعليم اللغة الإنجليزية أو تعلم اللغة الإنجليزية كتاب خلاص يا شيخ، أنا بالنسبة لي مصدق لك من غير أي كتب ولا قواميس. ومش غريب على بعض القنوات يجيبوا من التفاهات هذه. والذي ما بيجمعه لا كتب ولا قواميس يدخل ترجمة جوجل واكتب فيها الترجمة عرب آيدول ويشوف ايش معناها. تمام. تعرف شو؟ يلا انا اشيكم تعتذروا الان. وين قاعد تراقب؟ 1 2 3 هاي. طيب ما دام ان البرنامج فيه مشاكل في التسمية، ليش ما تسموا محبوب العرب؟ ليش عدل عرب آيدول؟ ليش؟ أنا أقول لك ليش. لأن البرنامج عندنا يتكون من ذكور وإناث، وبالتالي فإن كلمة محبوب العرب قد لا تكون مطابقة 100% مع طبيعة الفائز أو الفائزة. فهمتوا يا جن ولا فهمتوا حاجة؟ أنا أفهمكم. نفرض مثلا أننا سمينا البرنامج محبوبة العرب، وبعدين دخلنا في الجد، والذي مات والذي دوخ وفي الأخير يطلع لنا الفائز ذكر. هل يعقل بأن نسمي طيب تقولوا لي أيش المطلوب؟ أنا أقول لكم أيش المطلوب. لا أحد يصوت برسالة نصية للمتسابقين، لأنكم عندما تقومون بذلك فإنكم تقومون بدعم البرنامج، وبالتالي فإنكم تشاركون في الإثم. وبيني وبينكم بدل ما تصوتوا للتافهين هؤلاء كان تصوتوا لعبد رب ومنصور هادي. فهمتوا؟